صباح الخير. اي صباح صار ظهر، يلا قوموا. بنتريق. ما في فطور، بنطلع الحين، اغراضكم جاهزه مسكره، شنطكم جاهزه، بنروح مكان جديد، قصه جديده على الجبل. ترجعون للمدرسه. يا حبيبي انت ما شاء الله كمان جاهزه. انا جاهزه بس ما راح اخلص معاكم بنات، معليش روحوا القصه هذه من دوني، يومين ان شاء الله وراجعه، اولادي محتاجيني. مغامرة جديدة واكتشاف حلم جديد ورجعة للمدرسة، بس للأسف مو ويا حنين. نزلنا من السيارة لنستكشف المدينة، فاضية، البيوت ما فيها حدا، فيها من التراث العماني كثير، الأبواب، الشبابيك، البيوت الطين القديمة. بعدين أنا والبنات كنا قاعدين عم نمشي، فجأة بنلاقي أطفال عم بركضوا، سمية قررت تلحقهم، وبعدين كل واحدة فينا راحت بميل. كثير سريعين يعني، كل شوي يظهرونا من مكان، مرة من فوق مرة من تحت، إلا سوسن تضيع ما يعني. كانت السالفة غريبة شوي. مشينا ورا الأطفال ووصلنا على مدرسة، ما توقعنا يكون في مدرسة بهاي المنطقة. السلام عليكم. أعرفكم على الأخت كاذيان النبهاني. أهلا وسهلا سوسن. سوسن شيماء. اهلا وسهلا فيكم مدرسه قناين الحمراء، راح اعرفكم على المدرسه إن شاء الله. يلا تفضلي. قررت ان انا افتح المدرسه سنه 2009. الطفل معنا يدرس 3 سنوات، سنه روضه وسنه تمهيدي اول وسنه تمهيدي مستوى ثالث. احنا نوديهم رحلات في مسقط، وديناهم الخيال السلطانيه، نوديهم المناشط، قدموا برنامج اذاعي. ايش الهدف من هالبرنامج؟ ان انا اكسر حاجز الخوف بين المدرسه وبين الطفل. كاذية تسوي شيء يمكن مختلف عن الحضانات الثانية. الناس اللي ظروفهم شوي صعبة تاخذ منهم 50% من الرسوم مالت المدرسة، وتحاول ان هي تساعدهم من خلال احد يكفلهم على النص الثاني من الرسوم. والله هي أكثر الصعوبات إن تواجهنا الصعوبات المالية. إذا عندك أنت المادة المالية تقدر توفري لهم ساحة ألعاب مبطنة سليمة تحميهم من أثناء التسلق من الوحي ينخدش، تحميهم من هالأشياء، يعني تكون بسلامة الطفل. لاحظين الأرضية؟ ألعاب حلوة بس قديمة ومحتاجين أشياء إضافية أحسن. فقررنا ان احنا نسوي شيء ونغير. احنا والبنات طلعنا ب3 افكار. رح نجيب سمسم ونعلم الاطفال لعبه رح يتعلموا منها كثير اشياء مفيده عن الخضروات والفواكه. من يود ان يلعب؟ انا. أيوة. انت ما اسمك؟ ساخبرك سرا. اقترب. شو السر؟ حسام ذهب ليأتي بسر كبير. ما هو السر يا ترى؟ ما هو السر؟ هذا السر لونه أصفر ويمدنا بالطاقة. اصفر؟ ليس ليمونا. ليس ليمونا. الخيار لونه أخضر. شنو اصفر؟ يلا فكروا. حسام تعال واجلس هنا. ترى ما هو السر؟ لا أسمع. يا إلهي إنه الموز. أين الموز؟ أين الموز؟ يا إلهي إنها الموز صغير. بنسوي مع اليهال بسكوت وهم اللي بيعجنونه وبيسوونه على اشكال حيوانات يحبونها وتعبر عنهم. شو تحبين اي حيوان؟ ليش القطة؟ لأنها قوية. حلو. ليش الفهد؟ لأنه تبى تكون قوي مثله صح؟ وانتي اساور شو تختارين؟ ارنوب. ليش الارنوب؟ يقفز. يقفز. ياكل كثر. ياكل جزر. حلو. هم مواهب بالخبز كثير منيح، في منهم عندهم بالعجن كثير منيح، في عندهم بتشكيل الاشكال الحيوانات اللي بتعبر عنهم اكثر شيء. بعدين قررنا نحطهم بستيكس ونلعب هدول الحيوانات بعد الخبز ونشوف الاطفال كيف بتعبر عن هذا الشيء. ميو ميو ميو. وصلت القطة. وصلت. مرحبا فيل. مرحبا تمساح. مرحبا زرافة. شيء ما شفتي لما رحنا المدرسة المنيو اللي كان اليهال ياكلونه؟ لاحظت ان المنيو هو حلو إنه فيه، بس يعني ما كان متجدد طول الاسبوع. عندهم ما بين الرز والخبز. يعني حاسه انهم محتاجين شيء جديد شويه تغيير وشيء يحبونه اليهال. فبنسوي مافن فيها جبن وبيض وبتكون حتى كشكل المافن هم بيستانسون عليها. وفكره المافن المالح بعد وايد حلوه. ثالث فكرة لما رحنا زرناهم شفنا ساحة الألعاب
مش آمنة، فقررنا إنه نعملهم ساحة جديدة بأرض تكون سيف للأطفال إنهم لما يلعبوا ياخدوا راحتهم، وبنفس الوقت يطلعوا الكرياتيفيتي اللي فيهم والإبداع اللي فيهم، ونضيف هيك بعض اللمسات اللي رح تغير كتير. بس اكتشفنا إنه الموضوع كتير كبير ورح ياخد كتير وقت، لازم مساعدة الأهالي. مرحبا. كيف حالك؟ كيف الحمد لله. اخبارك؟ كيف حالك؟ اخبارك؟ الحمد لله. سوسن، احنا حابين شوي مساعدتكم. الأهالي رحبوا كتير بالفكرة ولبوا الندى مثل ما بيقولوا. بعد ما خلصنا من ترتيب الملعب، أحلى مشهد شفته في حياتي أول ما فتحنا لهم الباب، كلهم انطلقوا يعني بكل قوة وحماس. كل حدا انتشر بالمكان، اللي صار يرسم بالطباشير، اللي راح على الترامبولين واللي أخذ الباسكت بول. اليهال تموا يتراكضون في كل مكان، يعني مهما كان هذا بالنسبة لهم هو المتنفس اللي يلعبون فيه، اللي ينطلقون يمارسون طفولتهم اللي هو مفروض حق طبيعي لأي طفل، يعني مكان آمن على الأقل. ولما شافوا الجدار اللي سويناه ونقدر نرسم عليه، يعني طلعت المواهب الفنية وقعدنا نرسم ونسوي. كان اليهال عطونا شعور إنه فعلا يسوى كل لحظة تعب سويناها والصبغ اللي خربنا فيه الدنيا، ويسوى كل شيء لبسمة من واحد من هالأطفال. وايد حلو إنك أنت يعني تشهد هذا الموقف.